صباح الفل على حضراتكم واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم من المدرج. حلقه النهارده فيها كوره كتير وفيها اخبار مهمه عن الكوره المصريه. خلينا بس نبدا بدوري المحترفين. الموسم ده فيه فرق جماهيريه كبيره جدا ليها اسم وليها تاريخ. اكتر فريق عامل مفاجاه بصراحه هو نادي القناه. الفريق ماشي بخطى جامدة جدا ومتصدر الدوري بعد 24 ماتش ب 55 نقطة. كسب 16 ماتش وتعادل 7 وخسر ماتش واحد. سجل 37 جون ودخل فيه 10. بس الأرقام بتقول إن الفريق قريب جدا يرجع للدوري الممتاز. بس لما نبص على باقي الفرق الكبيرة الوضع مش أحسن حاجة. الترسانة في نص الجدول وبعيدة عن الصعود. طنطا نتائجه مش ثابتة، شوية فوق وشوية تحت. المنصورة برضو بعيدة عن المنافسة خالص. في الصعيد ديروت بيحاول يهرب من الهبوط. أما بلدية المحلة في نص الجدول وبيحاول يثبت نفسه شوية. الموضوع باختصار القناة تقريبا هو الفريق الوحيد من الفرق الجماهيرية اللي ماشي بقوة وقريب جدا يطلع للممتاز. على فكرة القناة برضو اللي خلاني أقول إن هو فرقة جماهيرية إن ليه شعبية في الإسماعيلية كبيرة جدا. نادي القناة نادي كبير جدا يا جماعة. الباقي بيعدي الموسم وخلاص. مجهود غير طبيعي من مجلس الإدارة بقيادة الدكتور محمد لطفي اللي أنا بشكره وبشكر مجلس الإدارة على الأداء الهايل والجهاز الفني برضو والإداريين. كل نادي القناة عامل شغل هايل الصراحة. بس السؤال هنا، هل الفرق الجماهيرية دي ممكن ترجع تاني للممتاز قريب ولا الموضوع لسه محتاج وقت؟ خلينا نطلع فاصل ونرجع نتكلم بقى عن دوري الممتاز. معانا النهاردة ضيف عزيز على قلبنا الأستاذ علي، حاجة كده محترمة جدا. الأستاذ علي كرامة، ناقد رياضي. هنرجع بس نطلع الفاصل ونرجع نستقبله. ورجعنا لحضراتكم تاني ومعانا الكابتن علي كرامة. برحب بحضرتك كابتن، الناقد الرياضي طبعا الكبير. برحب بحضرتك. شرف ليا اكون مع حضرتك في قناه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يمكن يعني شفنا الدوري الممتاز ولع شويه كده. ايه الاجواء الجميله دي؟ احنا الدوري كده بقى في حته تانية، يعني 4 فرق فوق ونفس المستوى. وايه الدوري ما حدش عارف مين هياخد الدوري السنه دي. حضرتك الدوري ده ما شفناهوش من 5 6 سنين. من 5 6 سنين طبعا لسه الدوري كان بيتحسب من نص الموسم. دلوقتي لسه لحد دلوقتي ما حدش فين خد الدوري. حضرتك دلوقتي الزمالك متصدر ب 40 كده متعادلين ب 40 بونت. ماشي. الزمالك لو كسب النهارده الاتحاد عنده 43 يفرق 3 بونت. لو اتعادل فرق بونت واحد. لو خسر اكتر. ولو خسر يبقى الدوري كده خلاص. ولا طب انت عايزه يتعادل ولا يكسب؟ لا طبعا احنا عايزين نشوف كوره كويسه، عايزين الدوري المصري يرجع زي زمان. استاذنا الفاضل، احنا زمان لما خدنا بطوله افريقيا 2006 2007 2009 كان في دوري مصري. دي حقيقه. كان في كوره، يعني العالم كله كان بيتفرج على دوري مصري. مصري. دوري مصري وكان في اسماعيلي. لا اسماعيلي دي حاجه ثانيه حضرتك. اسماعيلي ده ولاد الكره المصريه. دي حقيقه. حضرتك كان ينزل دوري المظالم يجيب اللاعب ب 50,000 و60,000 يبقى بكام؟ دي حقيقة. احنا زعلانين عشان نادي الاسماعيلي. ده الكلام، احنا زعلانين عشان نادي الاسماعيلي. اتمنى من نادي الاسماعيلي يرجع تاني. اتفضل. طيب يعني يمكن تقارب المستوى بين ال3 فرق اللي فوق يعني تفرق في الموضوع ده ولا لسه برضو لم يظهر مين اللي هينافس اكتر؟ لا لسه حضرتك. لسه حضرتك. طب في تقارب في المستوى بين ال3 فرق؟ طبعا. لو ما فيش تقارب يعني مش في تقارب مثلا من بيراميدز وبين، رغم ان سكواد بيراميدز غير سكواد الاهلي غير سكواد الزمالك بيعاني طبعا برضو بس عنده مدرب وعنده شخصيه بتفرق. شخصيه وجماهير وشعبيه. يعني عامل اساسي الجماهير الزمالك كسب الجماهير وراه غير اي جمهور تاني. هو ده المكسب حضرتك. رغم ان الزمالك برضه عنده مشاكل ماليه وافقيد، مشاكل لعيبه، مشاكل متصدر. يعني هو حاليا دلوقتي يعتبره المتصدر عشان يعتمد على مين؟ ولاد النادي. اللاعب بيلعب ما بياخدش فلوس وبيلعب برضه مبسوط، وعشان خاطر المدير الفني اللي جه جديد ابن النادي برضه. كابتن معتمد ده هايل، مدرب صراحه. يعني عامل شغل كبير جدا مع النادي.
طيب ماتش الاتحاد النهارده صعب؟ طبعا الاتحاد لازم يكسب عشان خاطر يبقى في نص الجدول، والزمالك لازم يكسب عشان خاطر يتصدر دي الجدول. من ناحيه الاتحاد. والزمالك لازم يكسب عشان يتصدر الجدول، عشان يضمن صداره الجدول. وبعدين الاتحاد برضو خارج من صحوه ويمكن شفناه، يعني هو تعثر بس في الماتش اللي فات، بس 3 ماتشات بيكسبهم، وبرضو سكواد حلو واداء كويس، برضو عامل شغل قوي مع كابتن تامر. احلى حاجه في الاتحاد في يناير لحق نفسه، اشترى لعيبه واشترى لعيبه محترمه، عشان كده شفت الاتحاد حاجه ثانيه. يعني فرقت الصفقات. طبعا الصفقات بتفرق. ازاي بتفرق؟ لاعب عن لاعب، لاعب جماهيري، لاعب من نادي شركات، بتفرق طبعا. طب ليه ما قلتليش الجمهور فرق مع الاتحاد؟ لا ده طبعا ده جمهور الاتحاد ده يعني بص تانية. كسبان خسران برضو مع الاتحاد. جمهور الاتحاد وجمهور الاسماعيلي وجمهور المصري دي حاجه تانية. الناس عايشين كوره، اكل كوره، فطار كوره، شرب كوره، كل حاجه كوره. عشان كده برضو الاتحاد في حته تانية مع الصفقات، مع الجمهور، الكلام ده كله. يقدر يتعب الزمالك النهارده؟ طبعا عندك انت لو بصيت من جنش لحد الهجوم لحد الدفاع، فرقه محترمه. لازم يكسب النهارده. وبعدين النهارده وراه جمهور، الاتحاد وراه جمهور، وهنشوف ماتش كويس. ماتش جماهيري هايل. حضرتك قلت كلمه كويسه، ماتش جماهيري النهارده اللي هيتمتع المشاهد. دي حقيقه. ده نص الجدول وعايز يفوق من اللي كان فيه، وده لازم اداني متصدر. ما هو لو الزمالك خسر نقطه خلاص كده، وراه الاهلي وراه بيراميدز. وراه الاهلي وراه بيراميدز. مفيش وقت. لا مفيش وقت. انت دلوقتي داخل في نص الموسم، لازم انت مع الصداره. انت النهارده لو وقع منك بونت او 2 بونت خلاص، ما كله بيجري ورا بعضه. ايوه. شايف اداء الاهلي الفتره اللي فاتت ايه؟ مش الاهلي ده، مش اداء، بس الاهلي عايز فوز ومكسب. مش اداء الاهلي اللي عارفينه، هو ده الاداء الاهلي كان جون في جون في جون 4 5، كان بيزود، ما عندوش بقى نتيجه 2-0 او 1-0 3-0، كان بيزود اهداف. بس الاهلي عمل ماتش حلو امبارح. عمل ماتش حلو قدام المقاولين، وعمل ماتش جامد والمقاولين قفل طبعا مع امام عاشور. بصراحه اللاعب ده بصراحه انا اتمنى ما يمشيش من الاهلي. مع تريزيجيه، مع بن شرقي، نص ملعب محترم. نص ملعب محترم. بس الاهلي معلش، خط الدفاع الاهلي مش عارف اقول لك ايه. بعدين مشي رامي ربيعه، وبعدين مشي التيم بتاعه. يعني الاهلي عنده مشكله في الدفاع. عنده مشكله. امبارح يعني احنا كلنا اتفرجنا. اتمنى يلعب الجزار. انت جايبه ليه؟ ما تلعبه وتنزله. بس دي امور فنيه معاهم، يعني هم بس هو مدرب. انا شايف ان المدرب ده كويس. المدرب ده كويس، بس احنا عايزين نشوف اداء الاهلي. عايزين نشوف اللعيبه انت اشتريتها. انت النهارده عندك في مشكله في داخل خط الدفاع، ما تشوف الجزار. لا ما شفناهوش خالص. يعني الاهلي بيعاني في الدفاع. طبعا. من بعد ربيعه، ومن بعد محمد عبد المنعم، ومن بعد الناس الحلوه دي. حضرتك انت قلت كلمه كويسه. محمد منعم كان بيحل لك مشاكل لما يكون انت متعادل او خسران، كان بيطلع فيك كورنر يحط لك جون. وربيعه برضه كان بيهدف. وربيعه كذلك. ما يعني التيم ده بصراحه الاهلي خسره. مش عارف يعني انت مشيت ليه، مش عارف مشي ليه. يعني انت شايف حلولها بالجزار؟ هو ده الحل. ما هو الجزار ده تشبيهه مين بقى؟ برامي ربيعه، بوائل جمعه. روح انت النهارده عايز روح يديك في الملعب. ايه مشاكل الاهلي تاني غير الدفاع؟ لا هو ده بس. يعني الاهلي ما عندوش غير مشاكل دفاعيه من وجهه نظرك؟ هجوم، باك يمين، باك شمال، ديفندر، موجود كله، بس هو خط الدفاع. خط الدفاع. طب بتفتكر الاهلي عوض ابو علي؟ الاهلي لحد دلوقتي لا، مفيش. كانت مين اللي يحط الاجوان؟ اللي مقدمين من الخلف. انت لسه بتقول لي مفيش مشاكل في الاهلي غير في الدفاع. ما عنده مشكله اهو في الهجوم، ما عندوش راس حربه. هو صح بس المدرب بيعتمد عليه. المقدمين من الخلف زي ما بيقولوا. خد بالك مين اللي حط الاجوان امبارح؟ امام عاشور، تريزيجيه، زيزو. هل حد من الهجوم حط؟ ماشي، بس دول لعيبه مهاريين، لعيبه لازم اشوف منهم اهداف. اصل اللعيب المهاري دي اشوف منه مهاره، واشوف منه اهداف، اشوف منه متعه، اشوف منه ربط بين نص الملعب وبين الحاجات دي لازم. وبعدين ده النادي الاهلي كبير، يعني لازم يبقى عنده العناصر دي. تفتكر بقى النقطه دي مهمه، الاربعه دول اللي انت قلت عليهم بيأثروا في الملعب ولا بيفيدوا الاهلي؟ يعني ان انت تلعب مثلا بتريزيجيه وبن شرقي وزيزو وامام عاشور، الاربعه دول لما تيجي تلعب بيهم بيأثروا على الاهلي ولا بيفيدوه؟
او انتوا حضرتك شفت كلمه كويسه، المفروض انزل خلي 2 في الملعب و2 احتياطي. اقدر في ماتش عندي متعثر متعادل او خسران والاربعه بيلعبوا. مفيش ماتش متعثر، ده انت دلوقتي في سباق دوري، في سباق دوري، ده انت دلوقتي خلاص يا تلحق يا ما تلحقش. طب ما زي ما الاهلي يعني متعادل انا لازم الماتش، العب بقوتي، ده ماتشات كاس يا فندم. الماتش الاهلي متعادل الماتش اللي فات. ماشي متعادل الماتش اللي فات، بس انا دلوقتي في ماتشات كاس، انا داخل مسافه ما اخش مثلا على الدور الثاني ولا حاجه، خلاص انا مش هلحق. هو كلامك مظبوط. فانا لازم ادفع بقوتي الضربه كلها، لازم يا حياه او موت. وبعدين الدوري ده دوري استثنائي، الموسم ده موسم استثنائي. صحيح. فانت من وجهه نظرك الناس دي بتاثر ولا الناس دي بتفيد النادي الاهلي لما يكونوا الاربعه موجود؟ لا، وانت عندك لازم يكون في الدكه احتياطي عشان خاطر لو في زي ما قلت لحضرتك في بدايه كلامي في تعصير في اي ماتش، في ماتش متعقد، لازم تنزل واحد منهم او 2 بالظبط. الملعب ما يستحملش 4 في الملعب. الملعب ما يستحملش 4 مهاريين نجوم في الملعب. نجوم. عندك فريق سان جيرمان لما جاب نيمار وجاب ميسي حصل ايه؟ الزمالك فريق الاحلام. دي حقيقه. لازم تخلي الدكه مدعمه بخبرات بره خارج الدكه، عشان لو اتعثر في اي ماتش يحل لك بعد كده في الشوط الثاني، في بدايه الشوط الثاني، في نص الشوط الاولاني. طب شايف ان الاهلي يقدر يكمل الضغط على سباق الدوري؟ لا، الدوري موجود في الملعب واللي هيكسب هيكسب. لا يعني انا بكلمك سؤالي ان مثلا بوجود المدرب ده، بوجود اللعيبه الكبار دي، بوجود الدعم من مجلس الاداره بتاع النادي الاهلي، شايف ان الاهلي يفضل مكمل ان هو يبقى في سباق الدوري، في سباق البطوله؟ لا، هينافس الاهلي، هينافس الاهلي وبيراميدز في هينافسوا. السباق يعني ممكن ياخد الدوري؟ طبعا طبعا. ليه؟ الاهلي ما الزمالك كان قبل كده الفرق من الاهلي ب 17 بونت والاهلي خد الدوري. يعني الزمالك السنه دي ممكن يتعثر؟ هو مش بص، الدوري السنه دي يا استاذنا غير اي سنه. احنا بنشوف مفاجآت في الدوري. بيراميدز اتعادل، بيراميدز خسر، بيراميدز كسب، الزمالك كسب، الزمالك بقى له كام ماتش كسبان؟ بقى له فتره كسبان. الاهلي دلوقتي والبيراميدز بيفكروا في بطوله افريقيا. دماغهم كله في بطوله افريقيا. طيب بما اننا جينا البيراميدز، شايف ان بيراميدز بقى منافس حقيقي في الدوري؟ طبعا ده واخد بطوله افريقيا. لا مش شرط، انا ما ايه المشكله ان انا اخد بطوله افريقيا وابقى ادائي مش احسن حاجه في الدوري؟ في فرق كبيره بتاخد بطولات افريقيه، بطولات اوروبيه، وبتبقى في الدوري بتتعثر. بيراميدز عنده كود، فرقه محترمه تنافس دوري وتنافس كاس وتخش بطوله افريقيا. بصراحه يعني ناقصه بيراميدز جماهير. مؤهل طبعا ناقصه جماهير يا استاذنا، ناقصه جماهير. بيراميدز ده لو معاه جمهور دلوقتي عنده جمهور، بيراميدز ده بقى ليه جمهور وبقى ليه شعبيه كبيره قوي في بيراميدز لو مصر عنده وبره مصر. بيراميدز لو عنده جمهور بطل يحاسب أفريقيا. اللعيبه. اتفرج على بيراميدز ده. لو عنده جمهور يحاسب مين اللي بيحاسب النهارده؟ الجمهور اللي بيحاسب مش الاداره. ازاي الجمهور بيحاسب؟ الجمهور ما بيحاسبش. نقطه كويسه ده يا الجمهور كابتن. بيطلع عينه وما يعني عشان يتفرج على كوره، وعشان الناس بتنبح صوتها وتعمل وما بيحاسبش. النهارده الاداره اللي بتحاسب. النهارده اي لاعب مثلا خسران في ماتش ولا حاجه بيطلع في الشارع، مين اللي بيحاسبه؟ مش الجمهور يقابله في الشارع؟ ما بيطلعش، ما بيخرجش، ما بيخرجش، خايف لو الجمهور يتكلم معاه في الشارع الكلام ده كله. الكلام ده زمان. دلوقتي بقى في عقليه للجمهور بطريقه احترافيه، الناس بقت فاهمه ان في مكسب وفي خساره. الاول كان الحاجات دي كانت صعبه، كانت صعب ان انت فريق جماهيري يخسر وتطلع بيه كده، لا كان من المستحيل. انما دلوقتي بقى الناس عندها احترافيه وعندها قابليه للحاجات دي، فاهمني؟ قابليه ان انا اتعادل، قابليه ان انا اكسب، قابليه ان انا انافس، قابليه مش شرط ان انا اخد الدوري، لا انا ممكن اخد افريقيا. ففي حظوظ دلوقتي. انا كلامك مظبوط فعلا. العقليه بتاع زمان خاصة تختلف عن دلوقتي. الكرة المصرية بقى فيها احتراف وبقى فيها تطور. وفيها تطور غير طبيعي يعني. بص يا استاذنا، النهارده احنا بنتكلم على بيراميدز. بيراميدز ماشي بخطه كويسه جدا. مشى لاعب، جه شارع لاعبين 3 شارع 4، عنده الدكه، وده الاحتراف. عنده الدكه الاحتياطي بتاعهم نجوم في منتخباتهم بلادهم. انت لو بصيت لكذا لاعب منهم. ونتمنى بيراميدز يكمل ورجوع الاسماعيلي الثاني في الدوري عشان خاطر يبقى المثلث الرابع يكتمل. لا هو مثلث ثالث بس. احنا هنزود من عند المثلث الرابع بقى. لا اهلي زمالك اسماعيلي. يا اتمنى هو والله. بيراميدز بيحاول يعني. انا اتمنى ان يعني الفرق كلها تبقى ضلوع على الكره المصريه، بس بيحاول. الاسماعيلي لسه برضه
في حاجه كويسه انا انبسطت بيها لما عرفتها امبارح، كابتن حسن عربه لما دخل في الجهاز الفني بتاع الاسماعيلي. انا انبسطت، انا بناشد على قناتي الخاصه، صفحاتي الخاصه، بتمنى ان قدامى النادي الاسماعيلي يتوجهوا بس النادي الاسماعيلي ضم بس حضن كده، مش عايزين حاجه ثانيه، لا معنويا. صدقني يا استاذنا، فرقه النادي الاسماعيلي فرقه محترمه، بس عاوزين كلمه، عاوزين حد يحتويهم، حاجه فرقه محترمه، تيم محترم. برضه محتاج، لسه محتاج خبره برضه في الفريق، محتاج يعني اسماعيلي برضه لسه محتاج شويه حاجات كده برضه تتظبط. واي نعم جهاز فني محترم بجهاز كوره يحترم طبعا بقياده كابتن حسني عبد رب ومدير كوره، وكابتن خالد جلال مدرب محترم. دي حاجه محترمه جدا. وكمان ده في عالمي في الجهاز الفني احمد فكري وفي اسلام كاظم، ده حكايه. اسلام كاظم ده حكايه يعني، كان مدرب، كان مدير فني ل 99 متهيألي في الناشئين. أيوة. كان عامل نتائج غير طبيعيه، مدرب محترم جدا يعني. احنا كنا نتمنى ان الاسماعيلي في يناير كان جاب عناصر خبره من الدوري المصري حتى تشيل اللعبه دي معاه. ان اللعبه دي محتاجه حد خبره في وسطهم يوجههم. ساعات يعني الاسماعيلي كسبان المفروض يهدي اللعب شويه، يهدي اللعب. طبعا لو في لاعب خبره في وسطهم هيغير كل ده. حتى اللعيبه الخبره اللي في وسطهم مصابين، اللعيبه اللي خبره فيهم مصابين. يعني مشاكل الاسماعيلي مش مدرب، لا، مشاكل لعيبه، مشاكل لعيبه. ما النهارده انت العناصر كلها من ناشئين، قطاع ناشئين، ازاي تستفاد؟ عندك الزمالك، معلش خرجنا بقى عن الزمالك، الزمالك انت مثلا في قطاع ناشئين في التيم، بس في وسطهم ايه؟ ناس لعيبه وخبره منتخبات والكلام ده كله. طيب تفتكر السيراميكا خرج المنافسه دلوقتي؟ هو السيراميكا التعادل يعني بتاع امبارح اثر عليك وخرجوا بره المنافسه خالص؟ اي بونت دلوقتي بيبقى صعب، ما تعرفش تعوضهم. زي ما احنا قلنا، حضرتك في بدايه الكلام قلت ده احنا كاس مش دوري. دي حقيقه. بس اللي عمله دلوقتي السيراميكا انجاز. السيراميكا حتى لو ما وصلش للمربع للمركز الاول هيبقى فيه ثالث وفيه رابع، ضمن الكونفدراليه. تمام. لو كمل على كده. عايز اقول لك على حاجه بقى مهمه جدا. الدورات، انا اتكلمت الحلقه اللي فاتت عن الدورات الرمضانيه. الدورات الرمضانيه دي حاجه ممتعه، حاجه كده ولا في الخيال. انا بروح اتمتع بالصراحه، بروح اتفرج، انا بحب اروح اتفرج على الدورات الرمضانيه. حاجه كده، ماتشات جميله، اهداف جميله، معلقين، دوري اوروبي، دوري اوروبي. حضرتك بقول لك في رمضان في مصر حاجه ثانيه. دي حقيقه، حاجه ثانيه. دي حقيقه. اتفرج بقى في رمضان في الدورات. يعني حضرتك شرفتنا في اسبوع يوم الخميس اللي فات، كنا عاملين لقاء كده محترم. شفت اللعبه عامله ازاي؟ ده كان جميل، جميل جدا. انا استمتعت جدا. كان في الهرم، وكانت حاجه دوره رمضانيه هايله جدا، بتنظيم، بدنيا، شغل عالي. حضرتك النهارده نتمنى كلمنا عنها شويه. احنا بالنسبه لليوم الرياضي ده بنلم شبابنا، شباب الهرم، شباب يعني الهرم كلهم، بندعم معنويا، بنلمهم بقى. وبعدين اي نادي بيحب مثلا ياخد شاب من اللي بيلعبوا معانا بيتفرج عليه وعجبه ياخده. يعني في استثمار في الموضوع برضه، في استثمار. في موضوع مش سهل يعني. لا، الموضوع كبير طبعا، الموضوع كبير عندنا. حتى الحمد لله، الحمد لله خارج من الهرم كابتن حسام عبد المنعم، وكابتن كابتن كبير، كابتن الزمالك. هو حط جون في الاسماعيلي، مش بسهوله. لا ما يتناش. جمهور الاهلي ما ينساوش، مش الاسماعيلي، جمهور الاهلي هو اللي جاب الدوري للزمالك ساعتها. طبعا الحمد لله اللي قايمين على اليوم ده الناس محترمه. بنقعد كل فتره كده اي مناسبه في مصر هنا بنحاول نعمل يوم رياضي نلم فيه الشباب قضابه الهرم. بنلم الشباب من الصحبه السوق، من البعد عن السوق، بنجمعهم. وفي نفس الوقت بنعمل يوم رياضي وندعي الانديه، حد عجبه لاعب، حد عجبه حاجه بيختار ويروح النادي. بالفعل في انديه بتيجي. اصلا انا نشدت الموضوع ده المره اللي فاتت، قلت في الحلقه اللي فاتت، قلت اتمنى المسؤولين في الرياضه يروحوا يشوفوا مراكز الشباب والحاجات اللي بتتعمل فيها الدورات الرمضانيه، حاجه على اعلى مستوى. كان عندنا برضو دوره في ابو صوير عندنا في اسماعيليه، كان حاجه محترمه، نفس التنظيم بتاعكم ده برضو حاجه جميله جدا يعني. في ناس فعلا بتيجي تشوف اللعيبه دي. طبعا في ناس بتيجي. وفاكر عندنا كام لاعب كرمناهم، كانوا بيلعبوا في انديه وكرمناهم الحمد لله. بس مش الحفله دي، الحفله اللي قبليها. وفي نقطه حضرتك شرت بيها، احنا نتمنى من اي نادي ينزل الاقاليم. الاقاليم مليانه لعيبه، بس مش لاقي حد يكتشفهم. زمان الانديه كانت تبعت كشافه لكل نادي. النهارده اللعيبه كلها طالعه منين؟ مش عايزين نسمي الاسماء. اللعيبه كلها طالعه من الاقاليم والارياف والكلام ده كله. احنا خسرنا كل ده يا استاذنا. النهارده خسرنا. الاول النادي كان بيروح هو للاعب، النهارده اللاعب اللي بيروح للنادي.
عشان كده مش شايفين في الانديه يعني مهاره، مش شايفين في كوره كويسه. احنا خسرنا كل ده، وبعدين هيوفر عليك كتير. حضرتك اعمل كشافه في كل منطقه وكل لجنه بلد. فنيه، لجنه فنيه مكونه من 2 3 مثلا لعيبه كوره، او 2 3 مدربين ينزلوا يستكشفوا لك الكلام ده كله. طبعا ما في اكتر في الاقاليم من الملاعب اللي هي اللي بتتاجر دي. خد لك ساعتين ثلاثه فيهم واعمل كشافه في الانديه دي. احنا عندنا ناس كتير بالطريقه دي زمان. يعني النادي الاهلي كان فيه كابتن حسين الله يرحمه، وكان الزمالك كان فيه كذا واحد كان بينزل الاقاليم ويشتري لعيبه، مش يشتري بيكتشفهم ويلعبوا بالانديه. ليه ما يحصلش؟ طب دوري المدارس ابسط مثال. دوري المدارس الاول زمان كان في دوري مدارس، كان بيطلع شتي بعد دوري المدارس كان بيروح الانديه. انا استمتعت بيك النهارده وبشكرك، وسريعا كده مين بطل الدوري؟ لا ما فيش، لسه ما حدش ظهر النهارده. فرق 3 بونت يا استاذنا، ازاي فرق لسه في وسط الدوري؟ بشكرك ونورتني النهارده، وبشكر حضراتكم، واشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامجكم من المدرج.